كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الأيام كلها بالخير والبركة إن شاء الله. النهاردة هعمل معاكم الغريبة. نعمل كده الغريبة الناعمة الدايبة اللي بجد مفيش أطعم ولا أحلى منها، من أجمل حلويات العيد. هعملها معاكم النهاردة، وهنشوف كده كل الأخطاء اللي ممكن تحصل إن هي تشقق أو إن هي تطلع معاكم مش مظبوطة. الغريبة دي زي ما تقولوا كده السهل الممتنع، على قد ما هي سهلة ومكوناتها بسيطة وطريقة تحضيرها بسيطة، على قد ما هي كده فيها شوية تريكات لازم نخلي بالنا منها علشان تطلع معانا مظبوطة. ان شاء الله نحل كل حاجة النهاردة. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. مقادير الغريبة بقى 3 مكونات بس: دقيق وسمنة وسكر. دي المقادير الأصلية اللي ما فيهاش أي افتكاسات، اللي هتطلع معانا مظبوطة وبطعم زمان كده وريحة زمان. فبيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن كوبايتين دقيق، كوباية من السمنة، نص كوباية السمنة، سكر. مشوها بقى قاعدة كده وضعفوا الكمية زي ما انتوا عايزين، بس الأساس بتاعها ان الدقيق نصه سمنة، نص السمنة سكر. يعني مثلا هتعملوا 4 كوبايات من الدقيق، هيبقى نصهم كوبايتين من السمنة، كوباية من السكر. فهمتوا قصدي؟ يعني دقيق نصه سمنة ونص السمنة سكر. هو ده المقادير بتاعت الغريبة المظبوطة جدا اللي هتطلع معانا ان شاء الله ناجحة. السمنة طبعا اهم حاجة فيها تكون ساقعة. يعني مثلا حطي المعيار اللي انت عايزاه بتاع الكوباية، حطيه في الكوباية وبعد كده دخليها التلاجة، لازم تكون ساقعة زي ما انتوا شايفين كده وجامدة. يعني مش هينفع تشتغلوا بيها وهي بدرجة حرارة المطبخ، مش هينفع خالص، علشان تبقى ناجحة معاكم ومظبوطة. وبعد كده هضيف عليها نص كوباية السكر. طبعا السكر بيكون بودرة، ويفضل طبعا لو انت جايباه جاهز. لو مش جايباه جاهز وطحناه في البيت، يعني انخليه وخليه ناعم جدا، بلاش يكون في اي حبيبات عشان تطلع معانا ناعمة كده وجميلة. هقلب كده السمنة مع السكر عشان لما اجي اضربها دلوقتي ما تطرش في وشي، فهنقلبها كويس. قلبتها كده بالمضرب، تقلبيها بقى بايدك بالمضرب اليدوي كده، بالمضرب الكهرباء. يعني بصي انا عملت معاكي كل حاجة. يعني انا عملت بايدي وعملت بالكهرباء وعملت بالمضرب اليدوي، فاي حاجة هتمشي معاكم. بس اللي انا حسيته اكتر بصراحة يعني هو المضرب الكهرباء هيسرع معاكي الموضوع، بس بايدك اسهل، اسهل واحلى. هضربه بقى كويس كده، وكل شوية ننزل اللي في الجنب كده علشان نضمن ان كله اتضرب كويس لحد ما لونه يفتح بالشكل ده. عايزة برضو اقول لكم على حاجة، ان الغريبة لونها بيفرق معاكم في نوع السمنة. يعني لو انتم مستخدمين السمنة لونها اصفر، الغريبة مش هتكون بيضة معاكم، هتكون شوية اللي هي لونها اوف وايت كده او مصفر شوية. لكن لو مستخدمين السمنة البيضة او السمنة البلدي الفاتحة، هتكون معاكم لونها ابيض زي اللي احنا عارفينها. فهمت قصدي؟ يعني لما بتطلع معاكم غامقة مش بيبقى عيب منكم في حاجة، ده بيبقى السمنة بتاعتكم بس بتكون لونها اصفر. بعد كده الدقيق طبعا مهم جدا ان احنا ننخله كويس، والدقيق طبعا يكون دقيق فاخر متعدد الاستخدام. مهم طبعا تختاروا نوع دقيق يكون كويس جدا في الحلويات العيد بالذات. يعني حاجات العيد كلها لازم يبقى الدقيق بتاعها مش اي دقيق بتستخدمه. استخدم بقى ايدي كده واحاول ان انا ايه، مش بعجن، انا يا دوب بدخل السمنة مع الدقيق، يعني عارفين بدخلها كده بس بايدي، يعني حوالين صوابعي، مش زي ما انتوا شايفين انا مش بعملها جامد. ولو لاحظتوا انا ما حطيتش كوبايتين الدقيق كلهم، انا خليت بس حوالي معلقة او معلقتين كبار، علشان برضو اشوف ممكن ما تحتاجش، يعني ممكن ما تحتاجش معايا كل الدقيق، لان طبعا بيختلف نوع كل نوع دقيق، والسمنة كمان بتختلف. فانا بس قلت الاحتياط، بس انا خدت كوبايتين كاملين. هنجرب بقى كده ونشوف الغريبة بتاعتنا بتشقق ولا حلوة. هي الحمد لله زي الفل، والمقدار بتاعنا مظبوط، والعجينة كمان مظبوطة جدا. شايفين ناعمة ازاي؟ بجد العجينة تتاكل نية، تحفة. طيب هي دلوقتي ما شققتش، لو شققت هنعمل ايه؟ هنزود معلقتين كبار من السمنة. تمام. ممكن كمان تعملوا تيست كده وتجربوا واحدة وتدخلوها الفرن، بس تسيبوها الاول ترتاح في التلاجة الاول وبعد كده تدخلوها الفرن. ما ينفعش ابدا يعني تشتغلوا في الغريبة وتدخلوها على طول الفرن، لازم ترتاح شوية في التلاجة.
هبدأ بقى ان انا اكورها كده كور صغنونة، يعني كل ما كان حجمها صغير كل ما كان شكلها بيبقى احلى واظرف. بعملها كده فين ما بين ايديا، بمسكها كده بعجنها ما بين ايديا، وبعد كده ببدأ ان انا اكورها بالشكل ده، بلمها بالشكل ده. شايفين طريقتها بجد سهلة جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هو بس لو خلينا بالنا من الحاجات البسيطة، اللي هو المقدار بتاعها يكون زي ما قلتلكوا مظبوط. بعد ما تخلصيها وتلمي العجينة بتاعتك تسيبيها ترتاح حوالي 10 دقايق. كمان بعد ما تشكلي العجينة وتخلصيها كلها قبل ما تدخليها الفرن، مهم جدا جدا ان انتي تدخليها التلاجة ترتاح مش اقل برضو من 10 دقايق. درجة الحرارة بتاعة الفرن بتكون 160، يعني تسيبيها ترتاح في التلاجة وابدأي بقى شغلي الفرن. ما يكونش الفرن سخن جدا علشان برضو ده بيخلي العجينة تشقق او بيخليها ان هي تفرش معاكي. بلاش فانيليا، الفانيليا بتشقق بتفرش العجين. بلاش بيكنج باودر، بلاش بياض بيض، بلاش اي افتكاسات. الغريبة زي ما انتوا شفتوا مقاديرها بسيطة جدا، دقيق وسمنة وسكر، مفيش اي اضافات ولا اي زيادات تانية عليها. انا حطيت عليها لوز كده دلوقتي زي ما انتوا شايفين، يا دوب بضغط ضغطة بسيطة قوي. ممكن بقى زي ما انتوا حابين لوز، عندكم فستق، عندكم بندق، سوداني، اللي انتوا عايزينه. ادخلها بقى التلاجة ترتاح شوية واخلص كل الكمية اللي معايا، وبعد كده زي ما قلت لكم هندخلها في الرف الاوسط على درجة حرارة 160. بتقعد قد ايه في الفرن بقى الغريبة يا جماعة؟ ما بتقعدش 10 دقايق ابدا، ما بتقعدش 5 دقايق ابدا، ما بتقعدش 12 دقيقة، مفيش الكلام ده. الغريبة مش اقل من 20 25 دقيقة، وهتطلع مظبوطة معاكم، مش هتطلع ناشفة، وهتطلع فاتحة، وهتطلع زي الفل، وهتطلع مستوية وجميلة جدا. مفيش 10 دقايق دي نهائي خالص، هي السوا بتاعها 20 25 دقيقة بالظبط. وما تقلقوش خالص، هتطلع معاكم مظبوطة وفاتحة، وهتطلع كمان ناعمة وكمان مستوية من جوه، وبتدوب كده في البق. شايفين فاتحة ازاي؟ وشايفين الفتحات اللي هي موجودة من تحت دي دليل على ان الغريبة خفيفة ومش مكتومة ومستوية كويس جدا، ومش بتبصم كمان في الايد. وزي ما قلت لكم مهم جدا ان انتوا تسيبوها تبرد الاول، وبعد كده تبداوا تمسكوها. ناعمة جدا جدا وبتدوب كده في البق، ومش قادرة اقول لكم على طعمها وريحتها. وزي ما قلت لكم نوع السمنة بيفرق جدا، وقريبة يعني سمنة، فاختاروا نوع كويس علشان تديكوا نتيجة كويسة. يا رب النهاردة تكونوا استفدتوا من الفيديو، وكمان يكون عجبكم وتجربوها كده، وان شاء الله تطلع من ايديكم زي الفل، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. يلا بقى هستناكوا تجربوها، وتكتبوا لي كده في الكومنتات رأيكم فيها ايه، وان شاء الله تطلع من ايديكم زي الفل، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تكتبوا لي بقى في الكومنتات وتعملوا لي لايك، وكمان تشتركوا لو انتوا اول مره تشوفوني، وتعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم الفيديوهات بتاعتي كلها جديده. شكرا جدا لمتابعتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية جديده على خير. مع السلامه.